الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وتكريما وتعظيما للقلم وللكتابة قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. أهلا بكم. احنا كنا متواصلين من قبل عدا الكتابة على السبورة. يمكن النهارده بنغير النمط شويه على اساس ان احنا هنبدا الكتابه بالاقلام المعده للكتابه بالحبر. الحبر اي لون احمر، لون اسود، لون ازرق، اي حاجه يعني. فالنهارده احنا هنحاول نكتب على الاوراق، ونحاول نكتب بالقلم البوص اللي هو البسط يعني. ويعني هنبدا النهارده برضه بشيء بسيط جدا جدا جدا، وهو كيفية كتابة لفظ الجلالة اللي هو كلمة الله. كيفية كتابة لفظ الجلالة كلمة الله بخط الثلث بالنسب والمقاييس الخاصة بكل حرف من حروف لفظ الجلالة. أرجو أن يعني ينال هذا النمط الجديد وهي الكتابة على الورق يعني إعجاب حضراتكم، وإحنا برضو بنحاول نجتهد بقدر الإمكان، وعسى ان احنا ما سوف نفعله يكون يعني ينال استحسانكم وينال رضاكم. فهنحاول ان شاء الله، فلنبدا باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تكلمنا هنبدا بكتابه حرف او لفظ الجلاله اللي هو كلمه الله بخط الثلث. وعلشان نكتب لفظ الجلاله باي نوع من انواع الكتابه، يعني هو الكتابه لابد، قلنا قبل كده عشان نكتب خط لابد من عمل خط. اذا يبقى احنا هنعمل خط او هنعمل سطر. يبقى احنا بنحاول نعمل سطر اهو خفيف خالص، بس نسترشد كده بيه، نسترشد بيه لفظ الجلاله علشان نكتبه. يعني بنبقى له مقاييس معينه او له يعني اداء معين. احنا ننتبه بس ان لفظ الجلاله عندنا هيكون بخط الثلث. يبقى انا عشان نبدا بلفظ الجلاله انا بنعمل دي، انا هنعمل اللام بتاعت لفظ الجلاله مش الالف. الالف انا هسيبها شويه، الالف انا هسيبها شويه في الاخر. يبقى احنا هنبدا اهو بنعمل ترويسه كده صغيره، بنبدا ناخد منها وننزل بهذا الشكل وفيه ليونه كده، وهنقوله كل حاجه دلوقتي. وبعدين بناخد من هنا بنطلع بهذا الشكل لغايه الجزء اللي انا طلعت بيه ده اهو، ده ما يبقى على خط واحد مع البدايه هنا. وبعدين هنبدا ننزل تاني بهذا الشكل، وقبل الاخر بعد المنتصف بشويه بنبدا الاستعداد للانفصال والدوران بهذا الشكل كده اهو. وبعدين بنيجي نبدأ ندخل إلى جهة اليمين شوية صغيرين بهذا الشكل، وبعدين في الآخر نبدأ نستعد كده للدوران شوية صغيرين ناحية الشمال. وبعدين بننزل بجزء يكاد يكون موازي الجزء اللي أنا طالع بيه ده بهذا الشكل كده. وبعدين لما ننزل لتحت برضه نبدأ نستعد نروح إلى جهة اليسار شوية صغيرين. وبعدين بالقلم بسن القلم اللي أنا بنكتب بيه بنطلع عشان نعمل الهاء بتاعة لفظ الجلالة اللي هي بتترسم بهذا الشكل. يعني والحته دي تتملى بالحبر بهذا الشكل اهي كده. إذا كان في أي تصليحات خفيفة يعني عشان تبقى الحروف شكلها كويس بهذا الشكل. ونبدأ ان احنا نحط بعض الاشياء اللي هي الخاصة بكل حرف. يعني هنا بيبقى فيه ترويسة، بنبدأ نحط الترويسة كده بسن القلم اهو. طيب احنا هنا بيبقى فيه يعني مقاييس معينة، فهذا الجزء بقدر الامكان
يعني هيكون في درجة ميل خفيفة جدا، درجة ميل خفيفة. احنا بس هنيجي نعمل كده اهو، كده بالقلم الرصاص خفيف خالص اهو. نخلي بالنا ان في درجة ميل برضه للكتابة بهذا الشكل، بتمشي بدرجة ميل كده. الخط بتاعنا الاساسي اهو، دي هنا نازلين بدرجة ميل. وبعدين فبنيجي انا بنحط المقاييس، بس هنخلي المقاييس نحطها في الاخر على اساس يعني ايه، نحاول بقدر الامكان ان انا هنحطها بلون تاني، نحطها بلون تاني، لكن برضه ببطء كده اهو. الجزء ده ماشي مع بعضه، الشويه دول كده نازلين بدرجه ميل مع بعض كده. طيب الالف هذا ممكن نحطها هنا وممكن نحطها في هذا الجزء. انا لو حطيتها بجانب لفظ الجلاله، وعلى فكره بتوضع يعني باي مقاييس طبقا للوحه مثلا انا بنكتبها بهذا الشكل كده اهي. يبقى ده الالف. نخلي بالي ان الترويسه بتاعته بتكون نقطتين بهذا الشكل. يبقى ده شكل لفظ الجلاله. وعشان نبدا أنا يعني اللي انا عايز نعمله، انا عايز نحط المقاييس بلون تاني حتى يكون ايه اكثر وضوحا يعني. فاذا كنا كتبنا هنا باللون الاحمر، هنجيب حبر اخر اللون الاسود، وهنحاول نحط المقاييس بتاعتي. نحط المقاييس الاساسيه بتاعتي الاول. عندي هنا المسافه هنا بتبقى نقطه بهذا الشكل. طيب انا عندي هنا درجه ميل نص نقطه بهذا الشكل. طيب وعندي المجاز من اول هنا لغايه هنا 3 نقاط، 1 2. نقطه الثلث بتبقى نقطه ونص معروف اهي، الطول بتاعها نقطه ونص كده، يبقى ليه طوله 3. وبعدين عندي التخانه بتاعت القلم هنا بتاخد نقطه كمان كده، نقدر نقول ان كل ده كده 4. هنا احنا قلنا ان المسافه نقطه او الاتساع نقطه، هنا بيزداد شويه نتيجه درجه الميل دي، يبقى عندي هنا هو الاتساع زاد ليكون نقطه ونص بهذا الشكل. هنا الاتساع نقطه ونص اهي. هنا الاتساع 2. هنا الاتساع 2. الاتساع هنا نقطة واحدة. والفراغات ديت بيبقى فيها نقطة كده. يبقى ده لفظ الجلالة بالمقاييس بتاعته اللي هو كلمة الله، مع ملاحظة ان انا ممكن نعمل الالف جوه هنا، وطبعا بيبقى في اشكال تانية ان شاء الله نبقى نتطرق اليها، ان انا ممكن ناخد الالف في شكل مستدير كده. الكلام ده احنا برضه ان شاء الله احنا سوف نتطرق اليه. الالف احنا عارفين ان الترويسه مقدارها نقطتين اهي، والنسبه الفاضله بتاعه طول الالف هي 7. يبقى انا عندي هنا 5 نقاط، ولكن لفظ الجلاله الالف بتاعته بتحب انها تكون يعني طويله. انا بنحط على فكره نقاط وبعدين هنعدها، لان يجوز انها نطول بقى الالف بتاعت لفظ الجلاله اكتر من الالف اللي هي المعتاده. يعني احنا قلنا هنا 2 طب 3 4 5 6 7 كان النسبه الفاضله لحد هنا، لكن طولناها شويه عشان نقدر انا نحط تشكيل لفظ الجلاله. يعني هنا اذا كان في شده عليها فتحه، الهاء بينحط عليها هاء، نقدر ان انا يبقى عندي ايه، يبقى عندي مساحه نقدر نحط فيها التشكيل بتاعي. يعني مثلا برضو على سبيل المثال لو احنا جينا استكملنا لفظ الجلاله بالتشكيل بتاعه الخاص به، فيعني ممكن بنحط انا هنا الشد، كلمه الله نحط هنا شده اهي بهذا الشكل. وبعدين المفروض ان انا عندي بيبقى فيه فتحه فوق الشده ديت الله اهي بهذا الشكل. ولا مانع ان انا بنيجي نحط هنا الهاء بنحط فوقها كحليه يعني او كتشكيل فرعي مش اساسي، ان انا بنحط فوق الهاء هاء بهذا الشكل بطريقه اداء
خط النسخ اهي، وبناخدها كده. يبقى ده لفظ الجلالة بالمقاييس بتاعته. إن شاء الله في الحلقات السابقة إن شاء الله نقدر برضو نشرح لفظ الجلالة بأكتر من شكل، بحيث إن أنا بنحط الألف بتاعته بالداخل هنا، أو نحط لفظ الألف هنا زي ما تكلمنا من قبل، لكن ده الشكل العام الخاص بلفظ الجلالة بشكله المعتاد. يعني إن شاء الله نشوفكم في حلقات ان شاء الله قادمه باذن الله. وبرضو احنا بنحاول ان احنا بقى في الحلقات القادمه ان احنا بنكتب على الاوراق بهذا الشكل. ده كان ابسط شيء ان احنا نقدر نقدمه اليوم، وان شاء الله في الحلقات السابقه نقدم شيء اكتر من كده باذن الله. والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.